اقفل النور وطلع السماعة من ودنك شوية، وبعدين قربها تاني. في القصة دي مفيش وحش هيطلع لك فجأة ولا صرخة عالية تفزعك. الرعب هنا هيبدأ فكرة صغيرة، هتحس انها مش بتاعتك، هتسمع اصوات هتشبه صوتك، وتفكر ذكريات يمكن محصلتش. ولو في لحظة حسيت ان في حد بيكمل التفكير مكانك، اعرف انك دخلت القصة، واللي بيدخلها مش دايما بيطلع لوحده. انا اسمي ادم، ومش مجنون على فكرة، بس كل اللي حصل لي هيخلي اي حد يشك اني مجنون. القصة بدأت يوم ما انتقلت للشقة الجديدة، شقة قديمة في عمارة أقدم. الدور الخامس، ممر طويل ونور أصفر ضعيف بيترعش كأنه على وشك يطفي. أول ليلة في الشقة دي كانت هادية، هدوء زيادة عن اللزوم، النوع اللي يخليك سامع دقات قلبك كده من كتر الهدوء. وأنا بنام سمعت صوت أكن في حاجة عمالة تعمل كليك كليك. قمت مفزوع، باب أوضة النوم كان مقفول، أنا متأكد إني سايبه مفتوح. ضحكت على نفسي وقلت توتر نقل الشقة تقريبا. فتحت الباب ورجعت أنام. بعد شوية سمعت نفس الصوت، قمت تاني الباب مقفول، المرة دي ايدي كانت بتترعش. فتحت الباب ببطء وبصيت في الصالة فاضية، بس الإحساس كان في حد واقف ومستخبي. اليوم اللي بعده صحيت وانا تعبان كأني ما نمتش، وانا بغسل وشي لمحت حاجة غريبة في المراية، في ظل ورايا. لفيت بسرعة، مفيش حد. رجعت بصيت في المراية، الظل اختفى. من اللحظة دي بدأت أسمع همس، مش صوت واضح، كأنه أفكار مش بتاعتي. انت ناسي الأوضة التالتة، وأنا أصلا مفيش أوضة تالتة. قررت أفتش الشقة. عديت الأوضة، أوضة نوم، صالة، حمام، مطبخ. لكن وأنا ماشي بإيدي على الحيطة حسيت بخشونة غريبة. حيطة وراها فراغ. ضغطت، حيطة كاملة اتفتحت، وراها أوضة صغيرة ضلمة وريحة عفن، وفي نصها كرسي وعليه صورة قديمة، صورتي. بس أنا أصغر وعيني مكسورة. ومن ورايا في الصورة كان واقف نفس الظل اللي بشوفه في المراية. وساعتها وساعتها سمعت الصوت بوضوح أول مرة. فاكر ليه قفلت علينا؟ فضلت واقف قدام الصورة مش قادر اتحرك. عقلي بيقول لي دي صورة مفبركة، قلبي بيقول انت فاكر. لمست الصورة وفجأة الصداع ضرب في دماغي كأنه حد خبطني من جوه. مشاهد بدأت تيجي غصب عني في دماغي، أوضة ضلمة، نفس الكرسي، صوت طفل بيعيط، وصوتي أنا بس أصغر وأنا بصرخ سيبوني أطلع. وقعت على الأرض. فقت وانا على السرير، الشقة هادية زيادة عن اللزوم زي ما هي. قمت ادور على الأوضة السرية، اختفت، حيطة عادية مفيش أي أثر. قلت خلاص ده أكيد انهيار عصبي، لكن وانا لابس لقيت حاجة في جيبي، مفتاح قديم عليه رقم محفور، رقم 3. أنا ما عنديش أوضة باسم رقم 3. أول ما الليل نزل، الليل في الشقة دي مش بيجي واحدة واحدة، بينزل فجأة. الساعة 2:17 بالظبط النور قطع ورجع، والهمس رجع معاه، بس المرة دي كان أوضح، وبيقول افتح الدور عليك. المفتاح سخن في ايدي، مشيت ناحية الحيطة، نفس الحيطة اللي كانت وراها الأوضة. المفتاح لوحده دخل في شق مش ظاهر، وعمل صوت كليك أكنه بيفتح. الحيطة اتفتحت. الأوضة التالتة، الأوضة أوسع من المرة اللي فاتت، والكرسي فاضي، على الحيطة صور كتير، مش ليا لوحدي، ناس كتير كلهم نفس النظرة، نظرة حد اتحبس جوه دماغه. وسمعت نفسي واقف ورايا، انت خرجت وانا فضلت. لفيت ببطء، كنت واقف قدامي نسخة مني، وشه شاحب وعينه الشمال سودا. قلب هدوء يخوف، واحد فينا لازم يرجع مكانه. الباب قفل ورايا والنور طفى. الضلمة كانت كاملة، مش سواد، لأ فراغ، ولا صوت غير نفسي بس. كان في نفس تاني معايا. افتكر بقى، النور ولع فجأة. انا على الكرسي مش واقف، مربوط قدامي انا التاني، قاعد على الارض هادي مبتسم ابتسامة حد كسب. قال عارف ليه الأوضة دي اسمها التالتة؟ مردتش. كمل وقال عقلنا اتقسم 3 مرات، أول مرة عشان تنسى، تاني مرة عشان نكمل، تالت مرة عشان نعيش. قرب مني وقال وانت كنت الغلطة.
الصوت اختفى والمكان اتغير، رجعت طفل، نفس الشقة بس مليانة ناس، دكاترة. أمي بتعيط، واحد قال الولد شايف شخص مش موجود، التاني قال ده بيكلم نفسه كأن في حد جوه. وأنا كنت ببص للركن، في ولد واقف نفس وشي، قال لي لو طلعت أنا هموت. وأنا اخترت أطلع. الحقيقة فقت على صوت ضحك. أنا على الأرض مش مربوط، والنسخة التانية قاعدة على الكرسي. قال بهدوء انت فاكر انك الحقيقي؟ وأشار للباب. بره الدنيا ماشية من غيرك بقالها سنين. الحيطة قدامي اتحولت لمراية، شفت نفسي لابس لبس مستشفى، اسمي مكتوب على السرير والتاريخ قديم. أنا عمري ما خرجت. قال واحد بس ينفع يعيش بره العقل، المفتاح وقع بينا، اختار يا ترجع وتنسى يا تفضل وتفتكر. مد ايده وانا مديت ايدي، بس مش عارف كنت بمسك ايد مين. ايدي كانت ماسكة ايد باردة باردة قوي، كأنها ايد حد ميت من زمان. النور طفى تاني، ولما ولع كنت واقف لوحدي. الأوضة فاضية، الكرسي فاضي، المراية مكسورة، الباب مفتوح. خرجت برا الأوضة، لقيت نفسي في الشقة بس مش زي ما كنت فاكرها. كل حاجة أنضف أحدث، وكأن سنين عدت. الموبايل على الترابيزة ولع. إشعار واحد: ما تنساش تاخد دواك. فتحت الكاميرا الأمامية، وشي كان هو بس العين الشمال كانت غامقة شوية. الهمس رجع، بس المرة دي من جوه دماغي. انا اللي طلعت وانت اللي فضلت. افتكرت اللمسة، الايد الباردة، انا ما مسكتش ايده، هو اللي مسك ايدي. بدلنا. لمحت انعكاس في زجاج الشباك، انا قاعد على كرسي ورا حيطة مقفولة، بخبط وبصرخ بس الصوت مش طالع. والنسخة اللي عايشة ابتسمت، قالت بهدوء يخوف: ما تقلقش، محدش بيسمع اللي جواه. دلوقتي انا عايش، بشغل، بضحك، بكلمك. بس ساعات وانا معدي جنب حيطة معينة بحس بخشونة غريبة، وساعات قبل ما انام اسمع صوت الباب وهو بيتحرك، بيتقفل، وافتكر حاجة واحدة بس: مش كل اللي عايش طالع برا. افتكرت اني اتعودت على الصوت، على الاحساس ان في حد تاني ساكن جسمي. لحد الليلة دي الساعة كانت 3:33، نفس الميعاد اللي كل حاجة بتبدأ فيه. صحيت مش قادر اتحرك، شلل نوم ولا حاجة. لكن المرة دي كنت سامع النفسين واضحين، بيقول قوم، دورك خلص. قمت بالعافية ورحت الحمام، فتحت النور، المراية كانت فاضية، أنا مش ظاهر فيها. وبعد ثانيتين وشي طلع ببطء. مش وشي، هو نفس الابتسامة الهادية اللي مفيهاش أي إحساس. قال انت فاكر ان الخروج دايم؟ العقل مش باب، ده دايرة. مد ايده من المراية والإزاز بدأ يسيح. صحيت تاني، بس المرة دي أنا اللي على الكرسي مربوط، والحيطة قدامي مقفولة بإحكام. سمعت خطوات، باب اتفتح وهو دخل، لابس هدومي وبيعدل ياقة القميص. قال وهو ماشي: ما تقلقش، هسيبلك الذكريات. النور طفى. مش عارف انا هنا بقالي قد ايه. الوقت جوه ملوش معنى، بس ساعات بحس باحساس غريب، كأن حد تاني بيسمع الكلام ده. لو انت سامعني دلوقتي وجالك احساس ان القصة قريبة قوي، خليك فاكر مش كل فكرة في دماغك بتاعتك، ومش كل صوت انت اللي بتفكر بيه. القصة دي مش عني ولا عنك، دي عن اللي لسه مستني دوره يطلع. ولو حسيت دلوقتي ان في حد قاعد مكانك وبيكمل الكلام بدالك، ما تقلقش، ده طبيعي. كده الدايرة قفلت. ولو لسه سامع لحد هنا، يبقى القصة نجحت. بس قبل ما تمشي اسأل نفسك سؤال واحد: الصوت اللي كنت سامعه طول القصة ده كان صوتي ولا صوتك؟ اكتب لي في الكومنتات انت حسيت بايه، واكتر لحظة خوفتك كانت امتى. ولو حاسس ان في حاجة من اللي اتقالت قريبة منك زيادة عن اللزوم، ما تقفلش وما تقلقش، انت مش لوحدك. دي دي بلاك سيجنال، الإشارة السوداء. ولو عايز تسمع قصص أكتر تدخل دماغك وما تطلعش بسهولة، اشترك. بس خليك فاكر مش كل اللي بيسمع بيطلع زي ما دخل.